عليكم أعزائي الطلاب. نواصل دروسنا، والآن أشرح لكم حروف العطف. نعم، وصلنا إلى موضوع جديد، حروف العطف. حرف العطف، تعريف الحرف العطفي: حرف يتم بواسطته عطف فعل أو اسم أو حرف على آخر. يعني يأتي فعل ويعطف على فعل واسم على اسم وحرف على حرف. يتبع المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب. إذا كانت مرفوعا فتكون مرفوعة، وإذا كانت منصوبا فتكون منصوبة، وإذا كانت مجرورة تكون مجرورا، وشرحناها في داخل الصف بتفاصيل، والآن فقط أراجعها لكم. يفيد حرف العطف الواو المشاركة، دخل بجار وجيار، يعني مشاركة. هاو بشلني يعني هاتنا جورك يعني بجار وجيار بيك وهاتنا جورو. يفيد حرف العطف الفاء التتابع، التعاقب، دخل بجار فجيار. أوانش لدو يقدين وكو عينا لدو متابعة لدو يقديتن، دخل بجار فجيار. يفيد حرف العطف ثم التتابع مع بعض التأخير، تأخري، دخل بجار ثم جيار، يعني هنا فقط فترة من الزمن يتأخر. يكم زار بجار دي وهندك كما كاتي بيدتي أو زا بجار ديتنا أو زا جيار دي ليرة كما كاتي لبين دايا. نأتي إلى حل التمارين. تمرين الثاني: أنجز ما يأتي، ولكن في الكتاب قبل أن نأتي للاستنتاج راجعوا. هناك الفعل معطوف على الفعل، واسم معطوف على اسمي، وحرف معطوف على حرفي، شرحتها بتفاصيل. التمرين الثاني: ألف، املأ الفراغ بحرف عطف مناسب. ادرس فانجح. سافر أخي إلى أمريكا ثم عاد منها طبيبا. احتل المراتب الثلاثة الأولى في الصف. أورهان هو أمير وأحمد. الكلمة ثلاثة أنواع: اسم أو فعل أو حرف. واتا وشا يعني أو تناوى يعني كارا يعني شبيت. تمرين الباء: أدخل كل من الأحرف العطف الآتية في جملة من تركيب: واو ثم فاء ثم. الحقد والضغينة يدمران الشعوب. فتقترب الامتحانات فيهب التلاميذ إلى الدرس. ثم رتبت رفوف مكتبتي ثم غادرت المنزل. وأنتم قمتم بحلها داخل الصف بتعبيركم. وانتهينا من حرف العطف لأنها سهلة وراجعتها وشرحتها بتفاصيل في المدرسة. والآن آتي إلى موضوع جديد، رسالة إلى ولدي. أقرأها لكم وأشرحها، وقمنا بحل التمارين الأخرى. فقط أحل التمرين الأول. يا ولدي، أريد أن أسر في أذنيك بكلمات يخفق لها قلبي مع كل نبضة من نبضاته، وكتبتها بدمي حرفا حرفا. يا حبذا يا ولدي هذا الشباب الذي أترقبه فيك، وقلبي يضيج بالأمان. حبذا شبابك يطلع غدا على بلادك صدرا عامرا بالإيمان بها، وقلبا يصغر بالبطولة في سبيلها. يا ولدي، كن لبلادك أولا، فبلادك لها حق عليك. هو حق الأرض التي أطلعتك، وحق السماء التي ظللتك، وحق هؤلاء المواطنين الذين تعيش معهم، وحق التاريخ الذي جعلها بلادا لك. هو الحق الأخير يا ولدي، وليس بعده حق في الأرض. بلادك يا ولدي هي كرامتك وشرفك، وفي سبيل هذه الكرامة والشرف لا تبخل،
بشيء، واعلم أنه لا يمكن إعطاؤه، كما أنه ليس من شيء يجوز أن تبخل به. فأعطيها من شبابك وقلبك وعقلك، ولا تبخل عليها بدمك إذا دعت الحاجة إليه. وليحرسك الله يا بني ويرعى شبابك وبلادك. الكاتب توفيق شيبو. شرحتها في داخل الشعبة، وقلنا هذه رسالة من أمها إلى ولدها. باز لەوەی دەکە باز لە گرنگی و خۆشەویستی وڵات دەکاتن کە چۆن دایکەکە دەیەوێت لە بنجێی بچرپێنی کە ئەوەی دڵی لە بۆی لێ دەداتن، یا حەبەدا بەمانێ مەتحدێتن. باز لە گەنجی دەکە دەرێک کۆڕی خۆم ئەو گەنجی هەیتت لە پێنا وڵاتەکەت بیبەخشە، ئەگەر داوای خوێنیشتی کرد بیبەخشە. هەموو باس کردیە لە پۆلدا، هەمومان بكرديش باس كرديا. والآن آتي إلى تمرين الأول. أضع سهما يصل الكلمة بمضادها. حق باطل، كرامة ذل، أعطى تبخل، تجود، أعطى أخذ. وهذه محلولة أمامكم، وقمت بحل التمارين الأخرى مثل من المرسلة أو من المرسل إليه، وأنتم راجعوا إن شاء الله تستفادون منه. ونواصل دروسنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.